وأراد الله أن يمن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم برحلة عظيمة، ألا وهي رحلة الإسراء والمعراج. فلقد كانت ضيافة كريمة وتسلية وجبرا للخاطر وتعويضا عما لقيه في الطائف من الذل والهوان والجفاء والنكران، وهي من أعظم المعجزات الحسية التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبر عنها بقوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس مرة واحدة يقظة لا مناما. يؤكد هذا قوله سبحانه: أسرى بعبده، ويؤكد أيضا تكذيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مناما لما ردوا عليه وما كذبوه. ورأى صلى الله عليه وسلم بيت المقدس الذي بناه يعقوب بعد أن رفع إبراهيم وإسماعيل بناء البيت الحرام ب40 سنة، وصلى بالأنبياء إماما. قال صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم. وإنه صلى الله عليه وسلم عرج به من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات، وسلم على الأنبياء الذين رآهم في السماوات، ثم ارتفع فوق ذلك إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القدر لما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى، ورأى جبريل بصورته الملكية وله 600 جناح. وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50 صلاة، ثم خففها إلى 5 صلوات رحمة منه ولطفا بعباده. بعدما عاش النبي هذه الرحلة المباركة، عاد مرة أخرى إلى المسجد الأقصى، فركب البراق مرة أخرى، وكان مربوطا على باب المسجد الأقصى، ثم عاد إلى البيت الحرام قبل انتهاء الليل. فلما أصبح رسول الله في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم وأذاهم وضراوتهم، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له، فطفق يخبرهم عن آياته، ولم يردوا عليه شيئا إلا استهزاء به. وفي موسم الحج من السنة 11 من النبوة وجدت الدعوة بذورا صالحة، فعندما أسلم 6 نفر من الخزرج ذهبوا إلى المدينة وحملوا إليها رسالة الإسلام، وقد أثمرت جهودهم بخروج 12 رجلا من الذين أسلموا، فيهم 6 الذين كلمهم النبي في الموسم السابق، ولقد لقيهم وعقد معهم بيعة على الإيمان بالله وحده والتمسك بفضائل الأعمال والبعد عن مناكرها. هذا ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه، ولكن الجاهلية تنكره عليه.